باش ما نكذبش عليكم شباب، فرحان على الاخر. زاد عندي مده ما قعدتش في البلاصه هذيا باش نصور فيديو نحكي فيه على الترجي التونسي، وانا فرحان. فيديو عام تعدى تعرفوا اللي فيه برشا يعني ازمات وكذا، وديما منرفز، وديما هذيك معني الفيشه اللي ماشيه فيا، اللي انا ديما منرفز وعلى اعصابي وديما مش عاجبني شيء. المره هذيا فرحان، سلسله متاع اخبار مستحبه ابار زاده اللي انا نجحت وكذا، والريزولتا نتاعي هبطت البارح ونجحت في الفاك، واجواء عائليه مستحبه ديجا، لومبيونس حلوه برشا. وميرسي للناس اللي هنتني، ما هبطش على السوشيال ميديا وكذا، مي فما ناس سمعتوا هنتني، والناس اللي باش تهنيني ميرسي بوكو، ربي يخليكم وربي يفضلكم. عنا فيديو دسم شباب، وعنا ليستا متاع اخبار مستحبه على الاخر. يعني فيديو باش نحكيو فيه على بليل، باش نحكيو فيه على اوغبيلو، وباش نحكيو فيه على الحاج محمود. يعني 3 اخبار كل واحد فيهم بون. خبر البلادي الحقيقه ذاك في مرتبه وحده، معناها ما يتقارن بحد شيء اخر، ومعاه زوز اخبار، واحد مستحب والاخر مستحب على الاخر. هذا كل في اطار معناها لي شونجمون اللي قاعدين يصيروا، وفي اطار الفرحه زاده، وفي اطار مريول سبورتينغ اللي عندي، مش مريول حملم هذاك، مريول حملم في الدرجه، مريول سبورتينغ جديد، في انتظار اني نشري مريول البرتغالي باش نشجعوا به معناها خونا كريستيانو سني في المونديال، وعامنا سني، خاطر عام سني كريستيانو لازم يهز المونديال بعد العذاب الذهني اللي عشته عام كامل مع المكشخه ومع ريال مدريد سني. و عسى الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله تجاوكم سكالوب، ان شاء الله تكونوا فرحانين مع ناسكم وحبايبكم اللي دايرين بيكم. كالعاده دخلت نرفس باش تفهموا قداش متحمس على الحديث شباب، وقداش عندنا مواضيع مهمه على الاخر، ورقه وليسته، واول مره نعملها الحكايه ذي، خاطر عندنا برشا ما نحكيو بالحق. فيديو باش يكون دسم، وانا واحد من الناس يعني كان في مخي اللي الفيديوهات اللي على الترجي باش تنقص البريود هذيا بحكم سي بون سيزون فات، عندنا مونديال، ريال مدريد زيد صاير فيها شانتي كبير، وانتخابات، وريكيرمي، وهو هالاند، وهو مبابي، وبيريز يذبح من غادي، جمعيات يزوز اللي نتبعهم يعني صاير فيهم دي شونجمون كبار، مي ذاك الكل يتحط على جنب، خاطر الترجي الرياضي التونسي يعني تهزت تقلبت. وهي كل احترام وتقدير للاستاذ يعني اخونا وزميلي الاستاذ شكري الواعر، اللي من اول نهار في الترجي الرياضي التونسي ما شاء الله بالحق يعني بدينا نشوفوا في عبد يخدم، بدينا نشوفوا في شونجمون كبير على الاخر دو ان اداريا. واللي انا ديما نعاود نقول راهي الكوره في العالم، في تونس، في المريخ، في معالم موازي، راهي اداره من بعد كوره. يشوفي الاداره تتريقل على خاطر الجيرونس والمانجمنت والتصرف نتاع الاداره في لي ريسورس نتاع الجمعيه، وفي الانفراستركتور نتاع الجمعيه، وفي الستركتور اورغانيزاسيونيل نتاع الجمعيه، هي اللي تخلي عندك ارضيه باش تنجح كرويا. ما تنجمش تنجح كرويا وانت ما عندكش ارضيه اداريه باهيه في اي دومين، هذا كرويا حتى حاجات ما عندهاش علاقه بالرياضه، اي حاجه. اذا كان عندك ستركتور باهيه، اذا كان عندك عباد قاعده تخدم بميريت، مش تخدم بالمحاباه وفلان وجيب وهز واعمل، راك تنجح. واليوم قاعدين نشوفوا في شونجمون كبير على الاخر في الترجي، من الناحيه الاداريه، ومن ناحيه التصرف اونفير الجمهور، ومن ناحيه الباج. قبل ما نحكيو اصلا حتى على الجوارات وعلى لي ترانسفير وشكون داخل وشكون خارج، خاطر هذاك شانتي كبير وحده زاده باش نحكيو عليه في الفيديو الجاي اللي باش يهبط غدوه نورمالمون ولا بعد الفيديو هذايا، وباش نرجعوا صاير لكن سقم تاع قبل وفيديوهات على عجله شباب. دونك ما تقلقوش مني برك. والسوشيال ميديا زاده برشا، راهو انستغرام وتيك توك باش نرجعوا نهبطوا برشا فيديوهات. ما ذاك الكل اللي ما قلت لكم في فيديو اخر. نحكيو توا على محتوى الفيديو هذا اللي باش يكون على خونا يوسف البليلي، وعلى الخبر اللي هبط اللي عن النوم يعني بون باش ما نكذبش عليكم مش عن النوم، على خاطر كي نقوم عندي كل نصيف ساعه، انا سويعه غير ربع سويعه ماكس هذيك من غير تليفون. الصباح اول ما نقوم نمشي نفطر، نشوف الدار يستحقوا شي حاجه كذا، نعمل هكا الاجواء عائليه، نحكي شويه مع الدار اللي موجود معناها شكون سا ديبون، الوالد خويا كذا، نشوف وجه ربي كذا، نخرجوا البلكون نعيشوا معناها في الواقع نتاعنا. ومن بعد السويعه سويعه غير ربع نمدك التليفون نشوف مش خبر عندها علاقه بالترجي، عندها علاقه باليو اف سي، عندها علاقه بالياتوبوري، عندها علاقه بالبوكس كذا. وعلى حالة التليفون باك يوسف البليلي عامين في الترجي الرياضي التونسي بعد خبر، بعد ما تهبط معناها الريزولتا نتاع التاس اللي هو ديتاي مهم على الاخر، وهذاك اللي باش نحكيو عليه في الفيديو هذا. باهي الاخبار مفادو قبل الاخبار الساعه حاجه تفرح على الاخر، اللي نحنا اليوم نعاود نقول الاداره الترجي الرياضي التونسي فما شونجمون كبير قاعد يصير. مفادو انه ولينا نسمعوا في اخبار الترجي الرياضي التونسي من الترجي الرياضي التونسي ومن الباج تاع الترجي الرياضي التونسي. فصل اشهاري
هذا زاد من لي شونجمون الكبار اللي عملتهم في حياتي البريود الاخر، اللي ما عادش نشرب قهوه الصباح وليت نشرب كافيه. الترجي الرياضي التونسي ولينا اخبار الجوالات، اخبار شكون قاعد شكون خارج، التغييرات الاداريه اصلا، لي ريكروتمون نتاع باغ اكزومبل ستاف كذا، ولات الباج تهبط كل شيء في اول هذايا معناها جمعتين ولا قداش ملي شد خونا شكري الواعر. ديجا هذايا حاجه انا نفرح بها على الاخر، خاطر نعاودو نقول يعني ريال مدريد اقوى كيان كروي في العالم، اخبار ريال مدريد تلقاها في ريال مدريد. فلورنتينو بيريز فما اي خبر عنده علاقه جوالات تتعارك بالبنيه جو كذا يخرج كونفيرونس دو بريس يحكي يقول صار اكس صار ايغريك صار ما نعرف شنيا، فلان باش يخرج فلان باش يقعد، الفلان اللي قال الحكايه هذيا راهو هو اسمه جيبو نحب نحكي مع الصحفي الفلاني، وتكون فما يعني ترونسبارونس ديريكت شفافيه كامله مع الجمهور نتاع ريال مدريد. واللي هي الحكايه نعاود نقول حكيتها ديجا في فيديو قبل على اليوتيوب، وفرحان اني نشوف في جمعيتي ماشيه في الديريكسيون هذيك اللي كنا فيها قبل. وهذا بيان سور نعاود نقول مره اخرى نورمالمون الفضل يرجع للاستاذ شكري الواعر والناس اللي قاعده تخدم معاه، على خاطر لوجيك معناه مع جايين وهو قاعدين نشوفوا في لي شونجمون هذوما، دونك الفضل نورمالمون مشيت نسب ليه هو في حاجه بالحق. نعاود نقول يعني محلاها يا خويا محلاها كي انا فما حاجه البليلي باش يقعد البليلي باش يخرج وقبيلو ما نعرف شنيا فلان باش يخرج كذا، ندخل للباج نتاع الترجي من غير ما نقعد نشوف انا في 37 باج ونكلموا الناس اللي نعرفوها اللي قريبه وكذا، وتقعد خبر هبط تسمع وجونا احلى جو. الخبر اللي هبط بعد معناها ما احقاقا الحق واعطينا حق يعني الشونجمون اللي صار من ناحيه الاداره ومن ناحيه الترونسبارونس، انه يوسف البليلي في بعد الريونيون اللي صارت البارح مع الاستاذ حمدي المدب ومع الاستاذ شكري الواعر تطرقوا، ولا ما نعرفش كان الكلمه موجوده بالعربيه ولا، اما عامين يوسف البليلي باش يزيد عامين في الترجي التونسي بعد ما يخرج قرار التاس ولا الفازه اللي تحكم عليه. اش معناها؟ وشكري الواعر قال هذا ديجا في التلفزه. البليلي ما عنده قضايا، وبارامون المحامين اللي كانوا عنده قبل ما كانوش اخصائيين في التحكيم الرياضي وكذا، دونك دخلوها بعضها شويه. الترجي جات ولا هي حاجه بالرسمي يعني مستحبه على الاخر، اللي حتى في المومون الخايب نتاع الجوار نعاود نقول البليلي ماهوش اي جوار واسطوره، واللي يحب يحكي على الوفاء بالرسمي وهذه حاجه نحكيو عليها من بعد في البارتي نتاع الحاج محمود، خاطر تسمعوا تو برشا كلام وانا ما نلعب وكذبه عايشينها جماهير جمعيات اخرى اللي هو عندهم الوفاء عند يوسف البليلي، وذا نحكيو عليه من بعد علاش بالبرهان وباللي بروف وباللي تحبوا عليه انتم الكل. اليوم الترجي واقفه مع يوسف البليلي ماديا واللي تحب انت هذاك الكل، حتى بالستاف نتاع بلوتو بالليكيب نتاع المحامين اللي مشيت لها بيه. كانت تاس باش تحكم اليوسف البليلي نجم يرجع يلعب باش يزيد عامين في الترجي، ولا هي حاجه مستحبه على الاخر. اذا كانت تاس باش تحكم اللي البليلي يعني باش يتعاقب عامين ولا ما نعرفش، لهنا باش تولي كومبليكي شويه الحكايه، وما نتصورش كان الترجي الرياضي التونسي يعني باش يستنى البليلي عامين اخرين ويزيدوا عامين على عامين. البليلي مستحيل يزيد 4 سنين كرويه معناها، كونشي ما نعرفش يمشي للسعوديه ولا حتى كيكا ما نتصورش كان يقعد. دونك الحكايه مرهونه في قرار التاس، هل باش تحكم للبليلي انه يقعد وانه معناها كيف نقولوا ينجم يمارس مهنته في رياضه كره القدم معناها، وكيك نشوفوه يزيد معنا عامين ولا هي حاجه مستحبه على الاخر كرويا. اسكو باش يزيدنا باز يوسف البليلي يعني كاليتي ريو فرديناند يشكر ويحكي عليها مع رياض محرز، مش العبد ولا والا الناس كيفي معناها كي قاعدين ولا كيفكم ولا عباد معناها باش نجيو نحنا نحكيو. قال الاخر كيما بيتوني قال لك كان زيدان نجم يعطي فيه راي ولا نجم يقيموا منه. يوسف البليلي معناها كاليتي مش نحنا ما نجموش نعطيو فيها راي، خاطر العباد اللي عاشت السبور هذايا في اعلى نيفو كروي موجود عطات فيه نوت باهيه. لا انا لا حتى حد قادر انه يجي يحكي معناها يحكي على يوسف البليلي بتاع والله هو كان ينجم يعمل وما نجمش يعمل. سيد في كاليتي وفي جام اخرى نتاع جوارات ما نجمش تتقارن بحتى جوار لعب في تونس اصلا، وذي واقع حبه من حب وكره من كره. يعني قلتها كيف ما هي، يوسف البليلي ما نجم يتقارن بحتى جوار لعب في تونس تاريخيا. اذا نحكي لك بالتوانسه باللي ما همش توانسه، وهذا واقع. الموهبه اللي عند بوتيتر يوسف المساكني الوحيد اللي نجم يتقارن به، معناتها نجموا يتحطوا فرد كونفرساسيون. ابار سا ما فما حتى ياسين الشيخاوي وهاني باهي معاكم على الاخر، وهاني معناها التوب رجله. متفاهمين. دونك كرويا يوسف البليلي باش يعطي بلوس وباش
عنده بلوس ابار كرويا بيان سور، خاطر نعاودو نقولوا واحد من لي ليجوند نتاع الترجي. لازم الكلوتور تكون باهي، ولازم يعني نشوفوا حسن الخاتمه كما يقولوا. ما نحبش يوسف البليلي توفى معاه القصه بهكا كيما مالوغوزمون باغ اكزومبل وفات مع المساكني، وكيما وفات مع جوارات اخرين في الترجي اللي هم ماهمش برشا، مي بطريقه يعني ماهيش ياسر هكا محبه لقلوب الجمهور. يوسف البليلي صحيح دخلت بعض، يوسف البليلي لازمنا نشوفوه يلعب مره اخرى، وماذا بيا على الاخر كان نشوف يوسف البليلي تتوفر له الجوارات والجمعيه والافكتيف اللي يزيد يخليه يبرز اكثر. خاطر يوسف البليلي مع حمزه الرفيع، مع حاج محمود، مع قصير ابو علي. قصير ابو علي قاعد يكتب في برشا سب توا بالرسمي تفل بلعبي برشا كواليتي كبيره، مع وقبيلو كان قعد يعني لهني معناها انسان تنجم تشوف تنجم تشوف الفن يرتقي في التيران. خاطر كاليتيه من النوع هذاك البليلي ما نجم كان يبرز فيها ويزيد ينثرك السحر وكالفازات وكالفانت وكالدنيا من غادي كل. دونك نقعدوا نستناو في ديسيزيون تاع التاس، نقعدوا نستناو في ديسيزيون اللي باش تخرج في حق يوسف البليلي. ديكو تخرج يخرج الاخبار من هنا، احتفالاتنا وعودة بابلو خويا وسيزون جديدة بقدرة ربي باش تكون أسطورية. وكان قلتها قبل اللي ما فماش منافسة للترجي في تونس ابار الكلوب اللي عمل شوية تناوش، ونعاودو نقول مالغري استحقاق للكلوب وميريت كبير بالشامبيونات اللي هزتها، مي الكلوب هز الشامبيونات خاطر الترجي خايبة، مش خاطر الكلوب اكسبسيونيل على الاخر، وهي باش تمشي شامبيونز ليغ العام الجاي. وماذا بيا كان تربح وتتأهل وتلعب وبالرسمي نشوفوا الكلوب في الشامبيونز ليغ في ادوار متقدمة، مي على حسب ما نرى حاجة صعيبة كان باش تصير. الكلوب مازالت ماش معناها باش تكون اكثر بروف بلوتو اللي الكلوب راهي الشامبيونات، خاطر نحنا خايبين، خاطر نحنا 5 تراح ورا بعضهم ما نجمناش نربحوا، قاعدين نعملوا في نويلات. اي طرح من هذوك كان تربح الترجي راهي الشامبيون على روحها، وراو رجعنا بلوتو مش رجعنا، رانا قعدنا في نفس النسق اللي كنا ماشيين به، اللي ما فماش منافسه. وكان قبل كانت ما فماش منافسه باللي شونجمون اللي قاعدين يصيروا 2027 28 29 30 50 90 ما عادش فما منافسه، مش ما عادش فما منافسه، ما عادش فما حد شيء. هذا فيما يخص موضوع يوسف البليلي. نجيو لخونا أقبلو قبل ما نتعداو ولا الاخبار المهمه على الاخر فيما يخص الحاج محمود. خونا أقبلو باقتضاب باش نحاول نحكي عليها الحكايه، خاطر دو ان ما فماش كومونيكي اوفيسيال من الترجي، دونك اللي قاعدين نسمعوا فيه الكل كلمات قاعده تدور كذا، احاديث من باجات قريبه للترجي، من ناس قريبه للترجي، ومن شكري الواعر تحديدا اللي عطاه ميساج يعني كي تلعب في التلفزه تحسه مشفر مش ياسر واضح. فماش يعني حاجه طول قالها نتاع باش يقعد باش يمشي احكي، عطى انفورماسيون مهمه على الاخر تزابيت وتعديت من غادي لغادي. اما بالنسبه لي فما ديتاي امبورطون على الاخر قالوا شكري البيع فيما يخص أقبلو، هاتو نحكيو عليه. باهي مفاوضات مع أقبلو بارامون قاعده معناها مشيت في ديريكسيون اخرى، بعد ما كنا سيزون كامله نسمعوا لي سيد سايي ماخذ ديريكسيون ماخذ ديسيزيون وخارج، والديريكسيون نتاعو ماشي لليبيا وكل شيء. برشا ظروف صارت خليت الديسيزيون هذيا مش تتبدل ما تتعطل. شنو هما لي ديسيزيون؟ شنو هما بلوتو الحاجات اللي صاروا؟ اول حاجه المشاكل اللي تعدى بها الفريق الليبي اللي كان ماشي له أقبلو، يعني ليكيب اللي ماشي لها أقبلو صايره فيها مشاكل كبيره على الاخر، وتنجم تتعاقب بمنع الانتداب، وصايره فيها مشاكل، والاداره اصلا اللي فيها تبدلت والله اعلم قاعدين نسمعوا ونعاود نقول هذه كل كلمات. مي الاداره الجديده اللي جات شدت الجمعيه اللي في ليبيا اللي كانت تاخذ أقبلو ماهيش مقتنعه بأقبلو، على خاطر اللي كانوا ينيغوسيو معاه هما الاداره القديمه. مي حسب ما نحكيو دي الاداره الجديده ماهيش مقتنعه، والنيغوسياسيون بدات تتعطل، واصلا حتى كان ما تعطلتش النيغوسياسيون فما بوسيبيليتي نتاع الفريق الليبي يتعاقب ويصير له منع انتداب. دونك هذه حاجه. اثنين، الشكري الواعر قال في التلفزه انه أقبلو واحده من الاسباب اللي خليته يحب يخرج، واللي كما قال منصور يزيد منصور قبل السيد سي بون خذاها ديسيزيون مسكر في راسه، هي انه السيد صارت له مشكله في تونس، واللي هو بالنسبه لي ديتاي امبورطون. شنو هي المشكل؟ من انا ناحيه المشكله هذيا ما حد ما عطاه حتى انفورماسيون، مي ابارامون السيد صارت له مشكله في تونس. رايي الشخصي والله اعلم، جوست رايي اللي نجم يكون غلط على الاخر، مي احساس وبوتيتر شويه خباثه فيو سيتواسيون تاع البلاد تو نجمو نتخيلوا اللي المشكل اللي نجم يكون عنده علاقه زاده بالليزافريكان في تونس وبالمعامله نتاع ليزافريكان في تونس اتسيتيرا.
ينجم يكون نقول لك هذا رايي الشخصي، مش معناتها راهو ذاك صار ولا فيو اوكبيلو منين جاي، فيو سيتوياسيون تاع البلاد توا والكوارث اللي قاعدين نعيشوا فيها من الناحيه هذيك، نجموا نتخيلوا اللي خاطر اوكبيلو شنو المشكله اللي تنجم تصير له؟ لاباس عليه، يلعب في اقوى جمعيه في تونس، ماديا سافا، صحيا سافا. مشكله قتلك صارت له في تونس حاجه ما عندهاش علاقه بالترجي وما عندهاش علاقه بالكوره. ما نعرفش انا كان معناها كان يسالوني على رايي الشخصي نتصور الحكايه عندها علاقه بالحكايه هذي. ابار المشكله هذه يعني حسب ما سمعنا وخاصه من شكري الواعر انه اوكبيلو ما عندوش مشكله مع الترجي، مشكلته مع تونس كبلاد، ما عادش يحب يقعد في تونس. وهذه حاجه اخرى تخليني نزيد نمشي اكثر في الديريكسيون هذيك نتاع انه المشكله اللي صارت لاوكبيلو الاكثريه باش تكون عندها علاقه بالحكايه هذيك. لكن اليوم اوكبيلو قاعدين نسمعوا في مفاوضات لانه نجم يقعد، هو بيدو خرج بعد طرح الكوب وقال ميبي اي ستي كذا، يعني نجم نقعد، مفاوضات ماشيه وتتحسن. شكري الواعر خرج في التلفزه وقال انا قاعدين نحكيو مع اوكبيلو ونورمالمون فما نيغوسياسيون قاعده تصير، وفي بالي عطاوه ظهر لي 24 ساعه ولا فما شكون، فما خبر هبط انه باش يعطيوه 24 ساعه، فما خبر هبط انه من هنا ماكسيموم لاخر الجمعه ولا ديبي الجمعه الجايه. يعني اون توكا الحكايه مش باش تفوت ديبي الجمعه الجايه وتتفصل حكايه اوكبيلو هل باش يقعد هل باش يمشي. هل انا كهادي بيان سور الراي الشخصي مثلني كان انا العبد الحقير نحب اوكبيلو يقعد؟ ما نعرفش كرويا هل باش ينفعني اوكبيلو؟ باش ينفعني. هل انا كهادي نحب اوكبيلو يقعد؟ الحقيقه ما نحبش نقول ليه، اما ليه ما نحبش الحقيقه اوكبيلو يقعد لسبب واحد وكهو، اللي انا نقعد ديما نقول اللي ما فما حتى جوار في تاريخ قليق كريستيانو وصحابي وعائلتي ولا بلي يعرفوا معزه كريستيانو عندي شني. كريستيانو كان جاي يلعب في الترجي راه موش اعلى من الترجي الرياضي التونسي، فما حتى جوار اعلى من الكيان الترجي الرياضي التونسي. دونك الجوار اللي يحب يصعب النيغوسياسيون واللي يحب يهز خشمه واللي يحب كذا، بالنسبه ليا انا تحب تخرج الباب محلول برا خويا ليبيا، برا طرابلس، برا الكونغو، برا المريخ، امورك. تحب تقوي زعمه وتعمل فرصه وتهز، تحب تخرج برا اخرج، الباب قدامك برا. شوف الجمعيات الاخرى كيفاش باش تتعامل معاك برا، شوف تلقى جمهور في الجمعيات الاخرى يسيبورتيك ويدز معاك ويحطك على ريوسهم كيما جمهور الترجي الرياضي التونسي وقت تلعب بالباهي. هل باش تجيك فرصه اخرى كيما عطاتها لك الترجي الرياضي التونسي باش تمشي وتلعب ويشوفك العالم الكل كيما توتنهام وما نعرف شنو وقت لعبت في كاس العالم للانديه كونتر تشيلسي؟ تحب تمشي. انا بالنسبه لي رايي الشخصي تحب تخرج انت وتحب تعمل بوادر بتاع انك تحب تخرج باش الجمعيه يعني تقول واه باش يخرج وانت زعما تكون عندك اليد العليا في نيغوسياسيون، اخرج صح برا، اخرج. الترجي خرج منها المسيكي، خرج منها البليلي، خرج منها الدراجي اللي مع كامل قال ناحيه الامور هذيك الكل كرويا نعرفوا الدراجي شني. خرجوا منها جوارات يعني انيرام والله يرحمه، طه ياسين الخنيسي، دي ليجوند سعد بقير، يعني جوارات وما وقفتش وقعدنا نهزوا كوب وشامبيونا وشامبيونز ليج ومشاركات قاريه وبطولات قاريه وبطولات محليه. يعني تحب تخرج صاحبي بالنسبه لي انا ما نقرقش بيه باش يقعد اوكبيلو. تحب تخرج برا اخرج، تحب تقعد الباب محلول بحكم ان محتاجين كرويا لا اكثر لا اقل. اذا نعطيكم انا رايي شخصي. دونك ننتظروا اوكبيلو خويا شنو هي الحكايه والان وان شاء الله اهم حاجه بالنسبه لي انا وذا نزيدو نحكيو عليه في الفيديو الجاي اللي باش يهبط فيما يخص يعني الشونجمون اللي قاعدين يصيروا ان شاء الله. طريقه المعامله في النيغوسياسيون مع اوكبيلو، الغلطه الاولى بالكل نتاع التجديد قبل كاس العالم للانديه وذوكم الكل ان شاء الله تكون يعني تجربه يتعظ منها، هيك كلمه بالعربي قويه الاداره تاع الترجي الرياضي التونسي تتعظ منها بلوتو، وتكون تابعه لي شونجمون اللي قاعدين نشوفوا فيهم. يعني الشونجمون يشمل الطريقه تاع النيغوسياسيون الون تيرم شوي. يعني انا كي نعرف لي جوار كونتراتوه باش يوفى وانا عندي معاه يعني موعد باش يتفرج فيه العالم الكل وهو جوار صغير وينجموا يفكوه جمعيات عندهم قدره ماديه اكثر مني، هي تصحح تزيد باش نربح منك. ما كانش خويا راك كاس العالم للانديه ما عادش تسمع بيه. هذايا جوست بوان نقولوه. هل اوكبيلو باش يقعد في الترجي الرياضي التونسي؟ هل باش يمشي من الترجي الرياضي التونسي؟ انا عطيتكم رايي الشخصي فيما يخص الحكايه هذيا. تقعد اوكبيلو موش طفل خايب، ملاعبي برشا في ساقيه، موش طفل خايب بمعنى تصرفاته في التيران والبرا من التيران ظاهر اللي هو معناها تحسوا طفل عاقل دافي كذا، معناها ماهوش كبلابزي وكستيل بيعمل مشاكل بالعكس. وهذيك علاش نعاود نقول مالكي انا ما يقلقنيش، معناها بلوتو نحبه يخرج ولا يمشي ولا ربي معاه، ما كان يقعد
ما تقلقنيش زاد الحكايه، والباب محلول كان وهو يبدل شويه المونتاليتي نتاعو ويفهم اللي راهو قاعد ينيغوسي ويتعامل مع الجمعيه، مش معناها هو مستحق لها مش هي مستحقت له. مي هذا الكل الايامات الجايه نعرفوه، والايامات الجايه نشوفوا الريزولتا. ماكسيموم قالوا ديبيو السيمين الجايه نسمعوا يعني بقبلوا باش يقعد ولا باش يمشي، نكتشفوا ذلك في الحلقه القادمه وكهو. ونتعداو للحدث المهم معناها اللي باش نحكيو عليه اليوم، اللي يمكن باش ياخذ اكثر بارتي من الفيديو. الحاج محمود في الترجي الرياضي التونسي، الخبر اللي يعني الايامات اللي فاتوا صارت عليه بوليميك كبيره، وكان ينجم يكون هو يعني الخبر الاسبوع الى ان صارت حكايه يوسف البليلي، وبيان سور تحتل هي المناصب والترندوات الكل. محمد الحاج محمود يصح في الترجي الرياضي التونسي، يعني خبر هبط من هنا وزلزال على الباجيت وزلزال في ما نعرفش شنيا. واصلا انا وقتاش يوليو يعرضوني باجات الجمعيات الاخرى هكاك، معني في ندور في الفيد نتاعي على انستغرام ولا على الفيسبوك وتعرضني باج عندها علاقه بالجمعيات الاخرى يا هزينه جوار ولد جمعيه اخرى ويهبطوا كل باجيت ويوليو يسبوا هذوكم الكل، ولا هذاك وقتاش يخرجوا معناها نشوف اخبار عندها علاقه بجمعيات اخرى. نحكيو شويه على الحاج محمود شباب، خاطر موضوع يعني ينجم يتفرع لبرشا حاجات انا شخصيا نحب نحكي فيهم برشا. اول حاجه نحكيو كرويا، نحن هل الحاج محمود باش يعطي بلوس للترجي الرياضي التونسي؟ على الاخر جوار مليعبي عنده كرة في ساقيه، الكلام هذا قلته قبل ما يصح في الترجي، والعباد اللي يتفرجوا في الشين والعباد اللي تعرفني والعباد اللي مخلطتني والعباد اللي عندها حتى فكرة صغيرة عليا يعرفوا اللي انا عندي شوية من عمار جمل اللي انا راني معناها نعاود نقول ما عنديش مشكلة وما عندي حتى ادنى مشكلة، بالعكس اني نقول الحق ونقول كلمه باهيه في الادفيرسير، اللي نعاود نقول راهو ادفيرسير ماكش انمي، ماكش عدو، راك منافس. دونك كي تبدا عندك حاجه باهيه ما عندي حتى مشكل. الكلوب وباركت لها بالشامبيونا ولا غالب، فما عباد مريضه مالغري باركت الكلوب جايه تسب فيا خاطرني نبارك في الكلوب، من الكلوب يستاهل ولا مكاشخين راه. فما ناس ما عجبتهاش ولي من الكلوب ومن يعني انا باركت للكلوب شامبيونا بميريت مستحقها على الاخر، بشامبيونا معناها فيو سيتوياسيون اللي هما فيها حاجه باش تعطيهم برشا بلوس. بالرسمي جمعيه عندها برشا في مشاكل، وفما ناس نعرفها كلوبيستيه واصحابي كلوبيستيه وفي عائلتي كلوبيستيه. والانسان اللي غرمني بالترجي الرياضي التونسي واللي ملي انا صغير يعني اقدم ذكرى عندي في حياتي يعني في الترجي الرياضي التونسي كانت مع هو الله يرحمه عزيزي، كان جوار في الكلوب يعني ولعب سينيور في الكلوب. معناها ماهيش انا ما عنديش الكره والحقد للكلوب لليتوال حتى الجمعيه اخرى، دونك ما عنديش مشكل وما عنديش حتى ادنى مانع اني نقول كلمه الحق والكلمه الباهيه في الادفيرسير. وهذه الحاجه اللي هيعملها عمار جمل، وهذاك علاش ما يحبوش في سوسه وفي اليتوال ابار المشكله اللي صارت معاه مع الجمهور قبل كي كان يلعب، وهذا موضوع تحكيو فيه في فيديو اخر. دونك الحاج محمود ملاعبي برشا، والكلام هذايا قلته لخويا وقلته لاصحابي من قبل حتى ما يصح في الترجي، ومن اول ما لعب في ليكيب ناسيونال ومن اول ما تفرجت فيه في الاوروبا ليج. جوار عنده كاليتي بالرسمي قويه برشا في ساقيه. الحاجه اللي انا كنت نراها ناقصه في الترجي اللي انا بوتيتر ريت فيها زيد شونجمون صغير مع حمزه الرفيع، الترجي ناقصها كجوار اللي يهز الكره من الوسط للاتاك، الروليور الروجيسور البوكس تو بوكس، الكلمات اللي يستعملوهم هكا نتاع البلاتوات الكل. الجوار اللي كي دخلت الكره خاطر نحنا ما شاء الله يعني عدينا عام ويمكن حتى اكثر شويه من عام، الكره نتاعنا واضحه على الاخر، مريح جلاسي مريح سنتر ماكسيموم، يعني بنينا برشا كوره دخلت لوك بيلو وسط التيران، يعني ذي من بعد شي بجبال يتقا كذا جوارات يعني ما توصيل الكره يسمعوا به تسميع مع كامل احتراماتي، مالغري كانت كل عندهم طلعات ظريفه وكذا في النيفو، مي كما قال الاخر قوي نيفو، مي اكثريه المردود كان متواضع على الاخر باش ما نقولوش حاجه اخرى. دونك ترجي ناقصها كجوار اللي من اقبلو من حمزه رفيعه من كذا يزيد يوصل الكره كو سوسوا اللي زيليي كو سوسوا للبونتا اللي عندنا اللي هو ما نعرفش اسكو باش يقعد هو اسكو باش تبدل سبانا دياكيتي خارج، وهذا موضوع باش نحكيو عليه في الفيديو الجاي اللي عنده علاقه بالميركاتو. ذا الحاج محمود باش يعطي برشا بلوس كرويا للترجي الرياضي التونسي، السيد ديجا لاعب اوروبا ليغ وعامل بالرسمي مردود مستحب على الاخر. دونك انا فرحت لاسباب كرويه دو ان باهي، فرحت زاد لاسباب ماهيش كرويه اللي هي شنيا مثلا تقولي هذه اسباب ماهيش كرويه اللي انا نحب نبروفي بوان، عندي نقطه نحب نبروفيها للجماهير الكرويه في تونس عامه، ولا لا معناها 200 غرام عباد اللي قاعده تتفرج فيا.
الحاج محمود هبط الخبر نتاعو اللي هو في الترجي من هنا، والباجيت نتاع الليتوال والساحل هيشت من هنا. تقرا في الستاتويات اللي قاعده تهبط تقول السيد ما نعرفش انا، تقول يحكيوا على اسمه اللي غدر بيوليوس قيصر، ولا تحكيوا الخيانه والتخوين وسوسه ما عادش باش تحفظها ودرا شنيا، وانتي خائن الخنت ما نعرفش شنيا. انا واحد من الناس بالنسبه لي حاجه عاديه على الاخر انتقاله للترجي التونسي، وحاجه مستانس بها على الاخر، وما عادش يعني موش فير الخبر عندي كسوا انا، ونتصور نحكي زاده باسم بوتيتر بورسونتاج باهي من جمهور الترجي على الاقل روحي. هذا الخبر موش فيل بالنسبه ليا، وماهيش حاجه معناها اللي ولا بروفوني هاكم تشوفوا اللي هو معناها بوتيتر الخبر في سوسه وفي ليتوال يعني كان حاجه مش كنوز فيهم لتوا يهبطوا. قداش عندي 3 4 ايام اللي خرج الخبر كنوز فيهم لتوا كل يوم تهبط على وجايبين مكرم اللقام وجايبين جوار يلعب في دراوين. قال لك انا درا شنيا انا وتنحكيوا عليها الحكايه هذيا. يعني نحنا خبر فرحنا بيه سمعنا بالبلادي من بعد تنسيت ديجا الحكايه، لكن في صوصه التخوين والخائن ومن انت الكذب درشنيه والما يثمرش فيك وجبدوا له بوه وسبوه. انا واحد من الناس عاد نقول نحكي على الاقل نتصور بارتي كبيره من جمهور الترجي التونسي زاده معايا في الحكايه ذي اللي معناها ماهيش حاجه، خاطر انا بوتيتر يعني ما نحبش ننزل على الجرح زاده مي باجيت تسب فيه، خاطر هو عنده الديكلاراسيون تاع قال قبل انا ليتوال هي جمعيتي الام ونحب نكمل في ليتوال وكاريري في ليتوال، وكان باش نرجع لتونس نحب نرجع ليتوال ومن بعد رجع للترجي وحاجه عاديه على الاخر. هزينا من عندهم الزدام اللي هو ولدهم وكاليتي كبيره على الاخر، وهزيناه في البرايم نتاعو. عنده الديكلاراسيون الشهيره بتاع بوها الله يرحمه، قال لك بابا ما يرضاش عليا كي نلعب في الترجي، ومن بعد جا الترجي. حمدي نقاز جا الترجي، يعني مستانسين ماهيش حاجه جديده علينا. فرانكوم هزينا هو لهم المطار. معناها بالنسبه لي في الامور هذيا ما فهم معناها ماهيش حاجه اللي تستحق اني نعمل واو جبنا جوار من عادي معناها. واي وناكد لك انا 90% من الجوارات اللي يلعبوا تو في الاتوال كانت تغزر لهم الترجي باش ترعينا تو يسلموا في كل شيء ويجيو للترجي الرياضي التونسي. دونك هما جوست معناها كيف نقولوا التخوين وما نعرفش شنيا، وقصدوا فيه ربي السيد وقصدوا ربي في بوه وانتي خنت ما جوار جيل المكشخه كاليتي نتاع اداره خير، سالير خير، فرصه باش يلعب شامبيونز ليغ، فرصه ليتوال 7 في الشامبيونات السنه. قداش باش يخلص في ليتوال؟ قداش باش تعطيه؟ واقع معناها. وذي نعاود نقولوا راهو مانيش قاعد ننزل على الجرح ومانيش قاعد معناها كيف نقولوا مي هذا واقع. خلينا نحكيو شويه واقع. ميسالش انتقال الحاج محمود للترجي الرياضي التونسي بالنسبه لنا نحنا كان كاشخين 2-1 راهي حاجه عاديه مالغري ولد ليتوال ولد كذا، يعني ماهيش حاجه معناها. ما نعاود نقول لك استنسنا نحنا الزدام كي هزيناه في تومبكو احسن موهبه موجوده صاعده في تونس ومن احسن يعني جوارات، والتو الدخول هذاك غايتني على الاخر خاطر لاعب بكواليتي كبيره برشا. بون قاعد يعمل في دي بيرفورمانس باهين على الاخر في العراق توا. السيد بالرسمي ما شاء الله عليه نقيس كذا يعني. وهزوا هما من عندنا معناها، وهزوا الحارس الجهبث الجمل، وهزوا بلال الماجري، وهزوا بنشوق وهاكا يلعب معاهم توا. بون موش ولدنا هو ما يلعب معانا، واللي كنت نستنى له في مستقبل كبير على الاخر، ولعب مع الهمهامه اسمه تي نيمار تونس. مي نعاود نقول كي تقارن انت من هنا ومن غادي تشوف اللي يعني الجوارات اللي لعبوا عنا يمشيو من عندهم يمشيو سامحوني في الكلمه مال الفضله، يمشيو الجوارات اللي ما يجيبوش عشاهم في الترجي وجوارات اللي نحنا ما حاجناش بيهم. انت كي تمشي تسال اليوم اي واحد يحب الترجي ولا من جمهور الترجي تقول له بلال الماجري، برشا بارتي كبيره من الجمهور شكونه اصلا نسيناه معناها. الجمل بنشوق معناها الوحيد اللي هاني قلت لك نتفكروه هو يلعب معهم توا الزح نسيت اسمه اللي ملاعبي برشا في ساقيه هذيك على خاطر ملاعبي برشا في ساقيه وموهبه ضايعه معناها. مي ابار سا معناها شكون اللي مشي لهم معناها يمشيو لهم جوارات اللي نعاود نقول معناها ترجي ما عندها حتى انتيري بيهم. دونك ما نكبروهاش الحكايه بالليل اصحابي السواحليه، وعندي برشا اصحابي اللي يحبوا ليتوال سواحلي نحكي معاهم وباش نسبوه، وفي تروح ليكيب ناسيونال باش نمشيو بالذمه الجمهور باش نسبوه. جوار خذا اختيار سبورتيف تبعو. تحب نتفاهم انك انت توجعك الحكايه خاطر توجع انه ولد الاكاديمي ولد المنطقه وكل، مي هذيك هي ما نكبروهاش الحكايه وراي عادي. ونعرف شكون باش يجيني يقول لي هاكا انتوما بالرمضان كي مشى الاهلي سبيتوه ليه؟ انا واحد من الناس وقلتها فيديو بالرمضان مازال موجود. مشكلتي مع بالرمضان موش انتقاله للاهلي، انا مشكلتي مع بالرمضان الديكلاراسيون نتاعو في الترجي. بالرمضان كان مشى للاهلي ولعب في الاهلي
وتكلم بالكدا في حق الترجي وقال جمعيتي الام ونتبعها ونتفرج فيها، ما عندي معها حتى ادنى مشكله وعادي. السيد تحط قدامه مليارات، كرويا باش يمشي يلعب في كاليبر نحب ولا نكره ما اعلى. بون تو ما عادش ما اعلى، مي وقتها كان ما اعلى وكاس عالم الانديه، وشفنا الاهلي ايش عملت مع بورتو، وشفنا الاهلي ايش عملت مع ميامي وكذا. يعني انا بيرسونيلمون ما نلوموش، خاطر نعاود نقول فما بروفيسيوناليزم وهذيك هي الكوره. والاهلي تهز من الزمالك والبايرن تهز من دورتموند، ونحن هزينا من ليتوال وهزينا من الكلوب وهزينا، وهذيك هي الكوره. وكان جات الحكايه بالمقلوب، وكان جات ليتوال تلعب شامبيونز ليج وكل عندها 15 سنه كل عام دومي فينال شامبيونز ليج وهزه 4 شامبيونز ليغات، وبطوله تونس هزه 85 بطوله، والترجي سابعه في الشامبيونات. رانا رينا برشا من جوارات المكاشخه ومن الاكاديميه نتاعنا زاده، راهي زاده اول ما تجي فرصه باش تلعب في ليتوال وتمشي. واذا كان باش تقعد في المكاشخه تخلص في 1.5 مليون وفي 2 ملايين وفي 3 ملايين وتجيها ليتوال تعطيها 170 مليون، راهي برشا جوارات مشيت. وهذيك هو الواقع. نحيوا الموضوع هذايا الانتماء والانتماء، وذي ديجا نربط بيه بلوتو للخبر الجاي ولا الحكايه الجايه اللي هي توا بانتقال الحاج محمود. بدينا نشوفوا فك الباجيت تهبط في كل ديكلاراسيون تاع الجوارات اللي عمرك ما سمعت بهم قبل في حياتك، اللي باش يقول لك انا كان الترجي تعطيني مليار في النهار ما نلعبش وما نمشيش انا للترجي ونعيش راجل وفقير وما نمشيش للترجي. جوارات للترجي عمرنا ما خممنا فيهم اصلا، راه ما جاهم حتى قالوا بيجوا يلعبوا معنا. معناها تسمع انا كان جيني فرصه باش نلعب في الاتوال ونسلم كيما جوار قلت يلعب في الكويت ولا في البحرين ولا فين، قال ما انا نسلم في البحرين وتعيطي الاتوال نجي الاتوال وما نلعبش في الترجي. ومروان تيش قال لهم درا شنيا بقى انا نعيش فقير وراجل وما نلعبش. معناها بلغه اخرى حاج محمود موش راجل، بقى لي على 25 مليون قلب نلبس روبه. فهمتوا يعني النيفو اللي نحكيو فيه؟ بس تراشق ريتو هذاك كله بس تراشق. قال شي سمارة ربي يخلص وحده كلها تكذب. وريتها على بالي تعمل في الديكلاراسيون هذوما الكل كنت تغزر لهم الترجي برباعي بشطر رباعين يسلموا في الليتوال ويسلموا في الكلوب ويسلموا في الستاد ويسلموا في المستير ويسلموا في عائلاتهم ويسلموا في اللي تحب عليهم انت الكل ويسلموا في نساهم وفي صغارهم ويخليهم غاديك ويجي يقول لك نجي نلعب في الترجي. هذايا واقع. على خاطر نعاود نقول انا عشتو هذا. دي الديكلاراسيون مازالوا موجودين تاع الزدام وحاج محمود نقاز اللي تحبوا عليه انتم الكل. دونك باش يخرجوا تو تبصوا وتكذبوا وانا ما نلعبش في الترجي، انا كان تعطيني الترجي ما نلعبش، وانا كان نمثل كان ترجي حمدي المدب كان يبزق عليك تجي تجري، مش كان يخزر لك ولا يحكي معك، كان حاشاك يبزق عليك تسيب كل شيء وتجي تحط قدامك 50 و70 و100 و150 مليون تنكر في عائلتك وفي اصلك وفي اللي تحب انت. اكثريتها اللي خارجه تحكي في الديكلاراسيون البص نتاع ما نلعب كان وما نلعبش كان. خاطر نعاود نقول ولاد الفلوب نتاع السونتر دو فورماسيون تاع ليتوال سلمت في كل شيء وسلمت، واللي بوه مش راضي عليه واللي بوه متوفي واللي عائلته مش راضي عليه واللي يحط على شيء وجا الترجي خاطر سي حمدي المدب اللي انتم تكرهوه والاستاذ في رياض بن نور وفلان خزروا لهم بشطر عين هك. قال لهم معناها تحطوا في نيغوسياسيون مع سلموا في الدنيا اللي تحبوا عليه انتم الكل وجاو الترجي يجري. معناها من غير من باش تعرضوا توا باش تبدا تخرج في الديكلاراسيون تاع البص احسب روحكم ما يتحط شيء. وخا نفركوها الرومانه نحن نتاع الوفاء والولاء وما نعرفش نيا هذايا الكل. 90% من اللي يحكيوا على الولاء في الجمعيات الاخرى كما قلت لكم بص وتراشق واللي تحب عليه انت الكل. على خاطر ما تنجمش تحكي على الوفاء وانت ما جاكش العرض، انت قاعد لهنا الترجي ما كلمتكش تعمل ديكلاراسيون وانا الترجي ما نلعب في الترجي، ما عندها حتى معنى ما عندها حتى وزن. خاطرك انت ما عيطتلكش الترجي. وشفنا بالكاشف اللي كي تعيط لكم الترجي تجيو تجريوا الكل تسيبوا كل شيء تجيو تجريوا وتلعبوا وتلبسوا المريول وتتصوروا مع التيتروات. على خاطر ما تتصوروش معها تيتروات جمل وبلال الماجري التصويره الوحيده اللي في حياتهم مع الشامبيونز ليغ كانت مع الترجي. مشاو ليتوال ما تيتر ما عادوش سمعوا به، ظهر لي هذا شامبيونا وهذيك هاي. معناها تسلموا في الدنيا الكل وتجيو بواقع ابار من رحم ربي وحتى من رحم ربي يعني ما عادش. الترجي يعني
ديما نسمعوا الحكايه نتاع الفلوس ونتاع يعني كي يجيو يلعبوا عنا جوارات نحنا ديما يجيو كان على الفلوس، اما كي يلعبوا معهم هما يلعبوا على الوفاء. وقت اللي معناها البارادوكس يعني يخليك انت تتبلانتا في راسك اللي انت تكون موجود وعندك الفرصه باش تمشي لليتوال ولا تمشي للكلوب، وقت اللي هي عندها مشاكل تاع فلوس ومش تلعب ولا حتى تيتر. اما تجي الترجي كي يجيو الترجي معناها ما نجمش يكون حتى جوار باغ اكزومبل يحبنا جي، ولا باغ اكزومبل حب يمشي يلعب في بلاصه مخير، ولا حب معناها كيف نقولوا يطلع بكارير، ولا حب يلعب يجيو كان على الفلوس. يصير شباب يجيو نحنا كان على الفلوس. وخويا وريونا الوفاء. الجمهور الوحيد اللي عندك الحق تقول اللي هو وفي بالرسمي هو يوسف البليلي، وذي حكيت عليه قبيليك في البارتي اللي حكيت فيه على يوسف البليلي. علاش؟ خاطر هذاك بالرسمي انسان عنده ولاء كروي، وانسان يرى بالعشره ويرى اللي هذاك، وهذاك علاش تعيشوا 50 سنه وما تخرجوش جوار كيما البليلي، لا كرويا لا في مخه وتفكيره انفير جمهور الترجي الرياضي التونسي. خاطر يوسف البليلي على عكس البصاصه اللي قاعدين يخرجوا توا في كنوز فام وفي ما نعرفش وين، وانا ما نلعبش في الترجي كنت تعطيني مليار ونعيش فقير، واللي نحن عمرنا اصلا مغزرنا لهم وما خممنا فيهم، واللي كانوا حمدي المده بيغزر لهم مشطرعين تو يسلموا في كل شيء ويجيو. يوسف البليلي جاتو العروض من الاهلي وجاتو من الزمالك وجاتو من بيراميدز وجاتو من المغرب وجاوه من جمعيات اللي هما القدره الماديه اللي عندهم قد الترجي 50 مره و20 مره و7 مرات، وبراو تفقدوا في الميزانيات بتاع الجمعيات. قال لهم ليه نلعب كان في الافريق نلعب كان في الترجي. هذيك بالرسمي ايش معناها ولاء ووفاء وحب الجمعيه. خاطر هذاك جاوه العروض وقال ليه اعطيني جوار كبير لعب في جمعيه اخرى كبيره في تونس في الليتوال ولا في تحب انت في ال 15 سنه الاخرانيين. جاء عرض من الترجي وقال لي انا ما نحب نقعد نخلص 1.5 مليون ونحب نقعد نلعب في الليتوال ولا في الكلوب نستيت في ال10 سنين. سمي لي جوار برك يعني نستنى. بون مش يجاوبني حتى وخاطر فيديو، اما ما فماش خمم فيها ما فماش. ليكسيبسيون بتاتر حمزه الاحمر وخنفركوها توا خاطر فما تصويره قاعده تدور في الباجيت توا كم تاع الوفاء للنجم الرياضي الساحلي وكذا. نعاود نقول راني نحكي على جوارات ترجي النجم الرياضي الساحلي جمعيه كبيره وعندي صحابي وحبابي وناس نحبهم على الاخر يحبوا ليتوال. ونعاود نقول ما عندي حتى مشكله مع الجمعيه ومع الكيان الكروي ومع الجهه. نحكي على جوارات اللي تخرج تعمل في ديكلاراسيون تبص وتكذب وتحب تعمل كعبوره وبوز وكذا. مروان تاج بقى اللي خرج وقال انا نلعب زوالي نعيش زوالي وما نلعبش في الترجي وكان تجيني الترجي نعيش راجل وقصد ربي في الحاج محمود كان كوا موش راجل. انت دو بعت روحك في برنامج باش تلبس روب على 25 مليون. هذاك موضوع يتحط على جنب. خوك توسط لك باش تلعب في الترجي وانت كنت مكشخ في صغرك وهذيك علاش مقهور. الترجي ما حبتش عليك وبلي توسطوا لك وبلي باش تجي الترجي قال لك بوبيل السيد كاليتي كرويه يعني حاجه قرف. فهمت؟ دونك هذاك علاش انت قعدت عندك قعدت عندك الكره هذيك اللي انت تحقرت واللي انت معناها باللي عملت مستواك يقعد ديما اقل من الترجي. هذاك علاش توقعت تحب تاكل في خبيزه بانك تكره الترجي وهكا مسيبينك وهك تمكمك ومعناها كيما نقولوا تاخذ فك 200 جرام مصروف اللي تاخذ فيه باش تطلع وتعمل روحك ضحكه ويسبوك ومثال. اما انت راك حبيت تلعب في الترجي وهي الترجي اللي قالت لك ليه مش العكس. شكون اخر؟ بغداد بونجاح فما نيغوسياسيون صارت بينه هو وبين الترجي الرياضي التونسي وكان باش يجي يلعب في الترجي الرياضي التونسي والترجي هي اللي وتوا ديجا مانيش فاهم عليه. الترجي التونسي هي اللي مشات في ديريكسيون اخرى وما مشاتش في ديريكسيون بغداد بونجاح. دونك كان فما بوسيبيليتي انه بغداد بونجاح يلعب في الترجي الرياضي التونسي واليوم لاعب كبير وعمل بالماريس مستحب في ليتوال ومشى من بعد لقطر ومشى للخليج وعمل بالماريس بي بالرسمي الكاليتي نتاع الجوار ملاعب برشا. 3 بن فرج نتاعهم اللي قدسوه زعما كم كوا هو رمز النجم اللي يمشي مش حما. بن فرج حب يجي يلعب في الترجي وكيل اعماله عرضوا على الترجي الرياضي التونسي وصارت بريسيون من الجمهور والترجي قتلوا ليه. زبير بيا جات بريود صارت نيغوسياسيون بينه وبين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي التونسي قالت ليه يعني. ونجموا نقعدوا نحكيو من هنا لغدوه على جوارات اللي كانت نجم تلعب في الترجي بالإيطوال والترجي هي اللي قالت فيهم ليه. ومن بعد طلعوا يقول لك ليه غلطه انك تمشي للترجي وغلطه انك تمشي ابار نجيز وابار وزدام وابار توا الحاج محمود. دونك اهدى شوي خليك حط حجره في كلسونك. اهدى شويه نقصونا شوي من البص الجوارات اللي قاعده تطلع تبص علينا في البلاتوات وانا ما نلعبش وما نلعبش. الترجي تعيط لك تجي تجري بيديك وساقيك تجري على 4 باش تلعب في الترجي الرياضي التونسي يزيونا من البص.
كلمتين قلتهم وان شاء الله قال الاخر يوصلوا بالصحيح. مع كل حبي ومع كل الريسبي اللي عندي للنجم الرياضي التونسي دو ان، النجم الرياضي الساحلي دو ان، وبصفه ما اهم وما اكبر لاصحابي والناس اللي نحبهم اللي يحبوا ليتوال. يعني ما خاطر نعاود نقول راهو الناس المتربيه والناس المحليها موجوده في الجمعيات الكل، والباهي والخايب موجود في المكشخه وفي الجمعيات الكل، وما عندي حتى مشكل اني نعاود نقول لك اذا كان ليتوال ولا الكلوب ولا الاهلي ولا ما نعرفش مش تنافس في الترجي في تيتر نحله قاعدين نلعبوا باش نهزوه، ما عندي حتى ادنى مشكله انك تربح ونشجعك ومبروك عليك باش الناس اللي نحبها والناس اللي انا اصحابي ومن الانتوراج نتاعي تفرح. كل بيستيا ما سواحليه ما بستير صفاقس، ما عندي حتى ادنى مشكله. كلامي موجه للجوارات اللي طالعه تبص وللناس اللي طالعه تبص وللعباد اللي تحب تعمل بوز وتحب تاكل خبيزه كيما اخونا بقى بانها تكره الترجي ومتاع زعما الترجي اكبر منكم قيمه وقدر وشان وتيتروات وفلوس واللي تحب انت الكل ورامي وشكبه وسباحه وبوكس واللي تحب انت في راسك الكل. ترجي اقوى حاجه صارت سبورتيفمون في تونس، اقوى كيان كروي موجود في تونس، اقوى حاجه موجوده في تونس. نقطه وارجع للستار. ان شاء الله عجبكم الفيديو شباب، فيديو طويل على غالب عندنا برشا ما نحكيو كيما قلت لكم. دونك اعطيني رايكم في لي كومونتير، رايكم في موضوع يوسف البليلي، وفي امكانيه يعني انه عيني ولا ترف في امكانيه انه يقعد في الترجي الرياضي التونسي. رايكم في حكايه اوكبيلو، اسكو تحبوه يقعد ولا لا، ورايكم في الحاج محمود وفيما يخص تنقلات اللي تصير من ليتوال للترجي حسيلو، وهل تشوفوا اللي الحاج محمود باش يعطي بلوس للترجي كرويا ولا لا. رايكم يعني امبورطون على الاخر في لي كومونتير شباب. ان شاء الله يطلع عجبكم الفيديو. تو بقى باش نقول لكم كان بيس.